اول سؤال ما شاء الله رسمها لي، فهو كده مسهل عليا. بيقول لي ان ا ب قضيب متزن افقيا فان البعد س بيساوي كام؟ طالما الراجل متزن وهو راسم لي الرسمه، هبتدي بقى اشتغل اساوي اللي فوق باللي تحت. 4 زائد 5 زائد 8 بكام؟ 9 زائد 8 كام؟ 17. يبقى اللي فوق قد اللي تحت. اللي فوق 17 واللي تحت ق. ده اول حاجه يا باشمهندس. طب والعزوم حوالين اي نقطه بيساوي صفر، اخد اي نقطه. بس انا عايز اجيب السين، حلو. اخد اي نقطه، زي ممكن اخد الجيم مثلا. يبقى العزوم حول ج بيساوي صفر، اي نقطه يا باشمهندس. يبقى 4 في البعد ما بينها وما بين ج كام؟ 4 في 5 زائد س اهو. زائد 5 في س. حلو، انت اخدت دي واخدت دي اشطب عليهم. والقاف مرت بالجيم فملهاش عزم، العزم بتاعها بصفر. حلو. تمام. طب والثمانية؟ الثمانية هتروح للجيم بالسالب، يبقى سالب 8 في ايه؟ في البعد ده اللي هو 7. ده كله هيساوي صفر. بالآلة على طول خلصت. ازاي بقى؟ بالآلة شيفت سولف زي ما متعودين. اروح اكتب على الآلة 4 افتح قوس 5 زائد الفا اكس، اقفل القوس، زائد 5 الفا اكس ناقص 56 الفا يساوي صفر. شيفت سولف يساوي كام؟ 4. يبقى اذا السين ب4. بس كده بس كده خلص السؤال. يبقى اول سؤال مفيهوش اي مشكله الحمد لله. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان ا ب قضيب خفيف متزن افقي. ماشي. تعال نرفع السؤال كده عشان نعرف نحل براحتنا. ماشي يا سيدي. السؤال بيقول لي ايه؟ اذا كان ا ب قضيب خفيف متزن افقيا فان ق في كام وكام في كام؟ حلو. طالما متزن يبقى اللي فوق قد اللي تحت، يبقى ق زائد ك بيساوي اللي تحت 15 زائد 12 27. دي المعادله رقم 1. العزوم حوالين اي نقطه بيساوي صفر. انا مخير ان انا اجيب اي نقطه في المساله. حلو. طب ايه الاسهل؟ الاسهل ان انا اخد النقطه اللي فيها مجهول، بحيث المجهول ده اتخلص منه اعمل معادله في مجهول واحد اخلص مسالتي. حلو. يبقى انا ممكن اخد العزوم حوالين ا واساويه بالصفر. يبقى دي هتطير عشان مرت بالالف. 15 في 6 بكام؟ 15 في 6 على طول ب90. حلو. 12 في كام يا ابني؟ في 15 بكام؟ ب 180 اهو. حلو. ناقص كاف في كام يا ابني؟ 12 و9 و6 12 و9 و6 27. ده كله بيساوي صفر. على الآلة اجيب ايه؟ اجيب الكاف. يبقى على الآلة يا باشمهندس 90 زائد 180 ب 270 واقسم على ال 27 تديني كام؟ 10. يبقى الكاف ب 10. يبقى الكاف في كام؟ 17. شاطر. يبقى الكاف ب 10 والقاف ب 17 اللي هو الإجابة ايه؟ رقم ب.